المطابخ الرخام يا جماعة، المطبخ الرخام طبعا بتختلف من مقاس لمقاس ومن تصميم لتصميم، وطبعا مساحة المطبخ بتفرق برضو معانا في التصميم بتاع المطبخ، او اذا كنا نقرر نعمل له التصميم اللي انتوا عايزينه ولا لا. طيب ازاي بيتحسب المطبخ الرخام وازاي بنقدر نعرف تكلفته؟ بنعرف تكلفة المطبخ لما بنيجي نرفع المقاسات ونشوف التصميم اللي حضرتك عايزه، لأن كل تصميم زي ما قلنا بيبقى ليه مقاسات مختلفة وبياخد رخام غير التصميم التاني. يعني في تصميم ممكن ما ياخدش رخام، ممكن ياخد أقل حاجة في الرخام، وفي تصميم بياخد رخام كتير جدا. يعني المطبخ اللي انتوا شايفينه ده هو المطبخ اللي حضراتكم شايفينه ده واخد منيا، بس المنيا اللي هي البيضة ديت واخد أكتر من 30 متر، واخد اكتر من 30 متر رخام ابيض اللي هو الرخيص، الرخام الابيض اللي احنا واخدينه في القوايم وفي الارفف. والجرانيت واخد اكتر من اللهم صل على النبي اكتر من 8 متر. الثلاث جنيه زي ما انتم شايفين كده، بالحوض بالحطتين بالحليه بالديكورات بكل حاجه زي ما انتم شايفين. طيب ايه تاني كنا عايزين نتكلم فيه في المطابخ؟ الديكور ده هتشوفوه يا جماعه، في ناس بتقطع وبتفصل يعني الخد الابيض ده محصل بعضه، احنا مخلينه فاصل اهو. كل حاجه ايه يعني مقابله التاني، تحس اهو من فوق لتحت كده هتلاقي كله مقابل بعضه. حتى الزاويه اللي هي فعلا صعبه شويه عشان انك انت تخلي الجرانيت يقابل، بس احنا برضو الحمد لله خلينا ايه يقابل زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. نفس النظام هنا، نفس النظام هنا كده. طبعا بقى تحت بقى احنا يعني المفروض كان يبقى في شريط ابيض مقابل بين الاثنين. ما عرفناش نعمل الشريط ده لان احنا جبنا الديكور كله حلايب، وكان الحوض ده على فكره يا جماعه كان راكب قديم وكان عالي والطناب حصل فيه شويه شغل يعني، واحنا كنا مربوطين باللون الرخام بتاع الحوض. طيب الناس بقى اللي بتقول لك ازاي المطبخ الرخام بيتقفل ألمنتال، دي ناس كتير بتبقى خايفه من المطابخ الرخام عشان الظرف، اللي بيقول لك الظرفه بتقع واللي يقول لك الظرفه بتفك. لا ما تقلقش منها خالص، انت بس هتجيب واحد بتاع ألمنتال متمكن متمارس في الشغلانه، بيركب مطابخ بيقفل مطابخ رخام على طول، هيقفل لك الشغل زي الفل و14 كمان. وتشعلق في الظرف ما يحصلهاش حاجه لان هو شغله متمرس فيه بيعمله كل يوم. اما لو جبت واحد بتاع مطابخ ألمنتال وما بيقفلش مطابخ رخام مش هيعرف يقفله الصراحه، او واحد بتاع شبابيك وبيبان هيقفلك مش هيعرف. لازم يكون واحد متمرس في تقفيل المطابخ الرخام. حلو الكلام. طبعا هتقولي بيتقفل بايه، بمسامير ولا بايه؟ لا هو بيعمل في نوع سيليكون كده معين هم بيشتغلوا بيه، بيعمل زي الحلق كده ويروح لازقه بسيليكون، وبعد كده الضرفه تركب فيه وتبقى مرتاحه خالص. بالنسبه لوحده الادراج احنا بنسيبها فاضيه خالص، بتاع الألمنتال بيجيب الوحده يركبها جوه الرخام. ونفس الكلام للمطبقيه، نفس الكلام في المطبقيه بيجيبها بيحطها في الرخام. طبعا المطبقيه والوحده بتاع الادراج دي هي بيحسبها متر مربع، لكن بعد كده اي ضرفه من دولت بيحسبها الطول في العرض، يعني بيحسب لك المتر مربع، لكن الاثنين دولت اللي بيحسبهم كل حاجه متر. طبعا هنا بقى عملنا بقى دولاب، هو دولاب خزين او ايا كان بقى زي ما استخدمه نيش خزين اي زي ما هو عاوز بقى، كل واحد هو حر. المهم ان احنا عملناه وخلاص، هو طلع شكله حلو برضه. وتحت هنا الرف بتاع التوابل زي ما انتم شايفين حاجه صغيره كده بتاع متر ونص، والزاويه اهي الضرفه بتاعتها واسعه خالص. وتحت برضو نفس الكلام الضرفه بتاعتها واسعه، وفي شويه تفاصيل كده في الشغل بس مش هقول لكم عليها عشان انتوا مش بتتفاعلوا مع القناه. طيب هنا بقى هنا احنا وطينا المنسوب ده علشان الشفاط، في شفاط هنا، فما كانش ينفع ان احنا نمشي الشغل مستوى واحد او نخلي الزاويات عاليه عن الشغل، ما كانش ينفع عشان الشفاط ده اللي عمل لنا العقبه بوظ لنا التصميم، بس برضه التصميم طلع كويس مش وحش زي ما انتم شايفين اهوت. حاجه فول اوبشن او نص فول اوبشن او ربع فول اوبشن. يلا يا رب يكون المطبخ عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.